رغم أنه فاز بلقب كأس الاتحاد الأوروبي هو والنصيري اللذان كان في القائمة الموسعة، ولا يوجد محارز الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا ولقب كأس إنجلترا ولقب الدوري الإنجليزي. لعب 59 مباراة، سجل 19 هدفا، ساهم في 19 هدفا، كان ثاني أفضل هداف في السيتي وثاني أفضل ممرر كذلك في السيتي. لم يخسر مع المنتخب الجزائري طيلة سنة 2023. سؤال واحد يطرح في هذه الحالة: كيف ولماذا وما هي المعايير التي اختارها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لتعيين هذا الثلاثي؟ مانيش حاب أطرح أسئلة أخرى. أنا أعرف بأن الكثير منكم يطرح تساؤلات كبيرة جدا، مش بالضرورة تكون جزائري لكي تتحدث عن رياض محرز، ولكن أنا متأكد بأنه حتى في المغرب يطرحون تساؤلات كثيرة جدا